تفتكر ليه مفيش ناشئين في مصر بينجحوا؟ فسر لي ازاي حضرتك رحت بطوله كاس العالم بدون باك رايت بدون ظهير ايمن انت جايب بوستانجي ملاعبه من السيرد باك ملاعبه باك رايت، ظلمت 4 لعيبه معاه. لا ما ظلمتش 4 لعيبه ولا حاجه. اللي انا مش فاهمه لغايه دلوقتي، لعيب موهوب زيك ما يلعبش في نادي لغايه دلوقتي ازاي؟ تفتكر المشكله فينا فعلا احنا كناشئين، ولا الاعلام بس هو اللي بيحاول يصدر لك كده؟ في بلد فيها 90 مليون شاب، تفتكر في كام واحد فيهم عنده حلم ان هو يبقى لعيب كوره؟ ممكن تقول لي 1000، ممكن تقول لي ملايين، بس السؤال الحقيقي هنا كام واحد منهم كمل الطريق، وكام واحد موهبته راحت بسبب نظام احنا مش شايفينه؟ اللعيبه بتوعنا طالعين شيطاني لان ما عندناش اسس بنبني عليها بناء الناشئين والشباب. كل واحد حسب هواه، والاكاديميات خلاص خدت اماكن الشوارع، والولد اللي عايز يلعب كوره يدفع فلوس، واللي معهوش فلوس يقعد في البيت وممكن يكون هو الموهوب، واللي عمال يدفع ما بيعرفش يشوط كوره ولا يعرف يبص كوره. النهارده مش هنتكلم عن اللي سقط في اختبارات النادي، هنتكلم عن المنظومه اللي بتسقط احلامنا كل يوم، مش عن الولد اللي ما لعبش، عن نظام انت بتلعب باحلامك. هنتكلم عنك انت، اسباب فشلك انت، ان انت ما طلعتش الحاجه اللي انت بتحبها، ان انت ما طلعتش لعيب كوره. لو عايز تكمل الحلقه هتلاقي لينك في البايو.